السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي درتو لاباس عليكم؟ كنتمنى دائما تكونوا على خير وبخير. نلقاكم هذا الفيديو هذا في اتم الصحة والعافية. عواشركم مبروكة ان شاء الله، يا ربي يدخل عليكم بشهر فضيل بكل ما كتمناو. اليوم كيف كتشوفوا معايا في هذا الفيديو هذا ومدام يعني تحضيرات ديال الشهر الكريم، غنوجد معكم بريوات بكاوكاو اللي كيجيو ساهلين بزاف، معلكين، الورقه اللي كتجي مقرمشه وطريقه الاحتفاظ بهم وشاربين العسل. دابا ان شاء الله. وكذلك غادي نوجد معكم حتى الطريقه ديالي في السفوف او سلو بالطريقه ديال الوالده ديالي، كيجي رائع معلك. سبق لي يعني في السنتين الماضيتين وجدت معكم بطريقتي. اللي بغى يشوفها يعني بالتفاصيل غنخليكم الفيديو ان شاء الله في الرابط الفوق. اما بالطريقه ديال نبدا اول حاجه بالبريوات. كيف كتشوفوا معايا كناخذ كاوكاو اللي كنكون ديجا حمرته، كاوكاو بلا قشره. خديت انا تقريبا هنا عندي واحد 2 كيلو ديال الكاوكاو. كناخذ الكاوكاو بدون قشر، كندخلو الفران، كنخليه تيتحمر، كندهنو بشويه ديال الزيت اولا بدون زيت، ومن بعد كنجيبو كنطحنوه على هذا الشكل. هذه اول حاجه طحنته بوحديته كيف كتشوفوا حتى تيولي على هذا الشكل هذا، على شكل عجين. ودابا ان شاء الله من بعد ما طحنته غادي نعاود له يعني الطحنه الثانيه اللي غنديرها مع السكر. غادي تشوفوا دابا ان شاء الله معايا باقي المكونات. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طحنا الكاوكاو ديالنا على هذا الشكل هذا، غادي ندوزو نشوفوا المكونات اللي غادي نضيفوا فيه. بالنسبه لي انا هذا الكاوكاو طحنته المره الاولى وغادي نعاود نطحنه المره الثانيه مع تقريبا واحد زليفه ديال السكر اللي كتوزن تقريبا غادي نقول لكم كاس ديال العنبه عامر. يعني انا ما غنديرش حلوين بزاف لانه مازالين غيتعسلوا. كنحتاج كذلك معلقه صغيره ديال القرفه، ومعلقه فيها شويه ديال المسكه الحره اللي كنكون دقيتها، كاس ديال الزبده ما عامرش اللي كنزول لها الحليب ديالها حتى تولي على شكل بوغ نوازيت، ونص كاس ديال الزهر. غادي نعاود دابا كيف غتشوفوا هنايا غنشد داك الكاوكاو ديالي وغادي نعاود نطحنو المره الثانيه. كيف كتشوفوا راه باقي ما نطحونش يعني ديك الطحين بزاف. دابا هنا غنزيد فيه السكر وغادي نطحنو طحنه ثانيه باش يمتزجوا مع بعضياتهم. وما غاديرش ديك الزلافه كامله كيف قلت لكم لانهم مازالين غيتعسلوا. فقط غندير واحد الكاس ديال العنبه، تقريبا راه شي 2 كيلو هنا عندي ديال كاوكاو اللي كيف قلت لكم بلا قشر. داك البيض الطويل هو اللي حمرته في الفران ومن بعد هنايا طحنته. هنا كيف كتشوفوا معايا من بعد ما طحنت يعني الخليط ديالي كله، كنضيف ديك القرفه ونضيف الزبده شويه بشويه. كيف كتشوفوا عندي نصف كاس ديال الزبده لانه كاوكاو بحدك كتدخلي فيه ديك الزبده والمزهر وهو كيزيد يجمع راسو، ما كيبقاش يبقى ميدم كيف ما كان. كنبقاو كنجمعوا. ضفت داك نص كاس كامل وكذلك داك نص كاس كامل ديال الماء الزهر. نتوما اي حاجه كتعجبكم بغيتو تضيفوها لكم واسع النظر. صافي كنبدا على الشكل، كنكور الكاوكاو ديالي على حسب الحبات كيف بغيتهم انا، واش كبار واش صغار كيبقى لكم نتوما الاختيار. من بعد هنا كنجيب الورقه. انا صراحه هاد الورقه تبارك الله كبيره بزاف، ورقه اللي هي ديال البخار، ورقه كيف قلت لكم اللي هي ديال البخار وتبارك الله كبيره هاد الورقه هذه. دونك هنا كيف غتشوفوا معايا ضروري من انني غادي نزول ليها هاد الجوانب هادو اللي كيكونوا هكذا تيكونوا ناشفين. ضروري من انني نزولهم. كنحيدهم على هذا الشكل هذا كيف كتشوفوا، ومن بعد غادي نبدا نقطعها كل واحد بالطريقه ديالو ديال التقطيع. من بعد ما كنحيد هاد الجوانب كنبدا نقطعها هنا على 2 كيف كتشوفوا. تبارك الله هاد الورقه كبيره. كاين اللي كيبغي يدير 3 ديال الصبعان، كاين اللي كيبغي يدير 2 ديال الصبعان. انا كندير 3 ديال الصبعان هما الاولى، ومن بعد كنبدا كنقطع الورقه ديالي على هذا الشكل هذا اللي كتشوفوا هنا. من بعد ما كنقطعها ضروري من ان ديك الورقه كنردوها للميكا باش ما كتشرقاش وكتيبس لنا. صافي على سطح العمل بلا ما كندهن، لان اصلا هاد البريوات غادي يتقلاو، لا داعي باش اننا ندهنهم. كيف كتشوفوا معايا الورقه شحال غزاله ورقيقه. صراحه هاد الورقه هذه زوينه بزاف. كنبدا كنطلقها هكا في البون دو طرافاي يعني حتى نكمل الكميه اللي انا باغا.
ومن بعد كنبدا كنجيب هذوك الحبات ديالي ديال الكاوكاو اللي كنكون كيف قلت لكم سبق وقلت لكم يعني كل واحد واشنو بغى، كل واحد وطريقته. كاين اللي كيبغي يديرهم كبار، كاين اللي كيبغي يديرهم صغار، كل واحد والحجم اللي كيعجبو. وباش غادي نلصق هاد البريوات انا غادي نلصقهم بالماء والدقيق، وانتم الا بغيتو تلصقوهم ببياض البيض لكم يعني واسع النظر. صافي هنايا من بعد ما كنحطهم كيف كتشوفوا كنبدا هكذا كنجيب دوك الدويرات. وسهله الطريقه ديال طيرها واضحه في الفيديو، تبعوا الفيديو باش تشوفوا يعني الطريقه كيفاش كندير اللوي، يعني بلا ما نحتاج نشرح لكم. نخليكم مع الطي ديال هاد البريوات ونرجع. فكانت هذه هي الكميه. من بعد ما انا يعني طويت ديك البريوات ديالي كلهم، فصراحه شدوا لي الوقت شويه حتى لغدا ليه عاد بديت كنقلي. بالنسبه للقليان دائما الزيت اللي كتكون سخونه درجه الحراره كتكون مرتفعه، مجرد ما كنحطوا فيها دوك البريوات كنقصوا ونبداو كنحركوا هكذايا بشويه بشويه حتى نحصلوا على اللون كيف كتشوفوا كيكون ذهبي مباشره. كنحطوهم في العسل. بالنسبه لي انا استعملت عسل اللي كيكون يعني حر، فبالنسبه لهذا العسل هذا كنت يعني ذوبته وعاد درتو، لانه كيف كتعرفوا العسل اللي كيكون حر ما كيكون شيء، يعني عسل اللي هو خفيف كيكون ثقيل. فبالنسبه لي انا ذوبت داك العسل، عاد درت فيه هاد البريوات خليتهم تقريبا حتى الليل، عاد حيدتهم من العسل، يعني خليتهم يشربوا العسل طول مده ممكنه. فكيف كتشوفوا كنحصلوا عليهم على اللون الذهبي، كيكون داك اللون الذهبي ديالهم زويون وكيجيو شاربين العسل. نتمنى ان شاء الله طريقتي في البريوات تكون نالت الاعجاب ديالكم وتجربوهم نتوما ان شاء الله. الشهر الكريم راه كيجيو رائعين بهاد المقادير اللي انا عطيتكم. ودائما اللي وصلتوا معايا حتى لهنايا في الفيديو نتمنى ان شاء الله انكم ديروا لايك للفيديو. بالنسبه للناس اللي دخلت معنا جديده مرحبا بك اختي، الا دخلتي معايا للقناه اشتركي اختي في القناه وفعلي الجرس باش دائما ان شاء الله توصلي بالجديد، وموتيفي اختك بشي لايك وشي تعليق باش ان شاء الله نبقاو دائما على تواصل. هنا كيف قلت لكم ضروري من انكم تخليهم في العسل. خلاص المسند الرسمي ديالي وهي بنتي الله يحفظها دائما كتبغي ديري ديداتها، كنخليهم هنا في واحد المده طويله هنا في العسل. قلت لكم انا راه خليتهم تقريبا حتى الليل، يعني من الصباح حتى الليل وهما في العسل ان شاء الله. فكيكون هذا هو الشكل ديالهم. غتشوفوهم دابا معايا هنا راه لين التصوير كان في اليوم الثاني في الليل. هنا كيف كتشوفوا كيف قلت لكم استعملت عسل اللي كيكون حر، كيجيو فنين هاد البريوات هادو مقرمشين شاربين العسل. كيف قلت لكم نتمنى انهم ينالوا الاعجاب ديالكم. غادي ندوز دابا معكم ان شاء الله الطريقه ديالي في السلو. ديجا يعني سبق لي اني شاركته معكم يعني سنوات من بدايه القناه وانا كنشارك معكم طريقتي في السلو. نتمنى ان شاء الله حتى هذا النهار هذا كيف قلت لكم بانه يعني غنشارك معكم دابا ان شاء الله هنايا الطريقه ديالي في السلو. اول حاجه كيف غتشوفوا معايا هنايا غندخل معكم مباشره المقادير ان شاء الله، وغادي نخليها لكم في صندوق الوصف بالتفصيل. فهاد القصريه هذه كيف غتشوفوا غادي ندير اول حاجه وهي الدقيق اللي كنكونوا حمرناه. انا غنشارك معكم السلو بيان سور. كاين الناس اللي كدير سلو اللي هو صحي هنايا، لانني نستعمل الدقيق الابيض، يعني ما نستعملش فيه الشوفان او لا مثلا الشعير ولا كل واحد شنو كيدير. انا كيعجبني سلو بهذه الطريقه هذه، ما كنستعملش كميه كبيره تبارك الله. كندير القوام بزاف. مثلا بالنسبه لي انا نسلو مستعمله 4 كيلو ديال الزنجلان، في كيلو ونص ديال اللوز، في كيلو ونص ديال الكاوكاو، وبيان سور الباقي استعملت الحبه حلاوه، النافع البلدي، النافع البستاني، قرفه بلديه، المسكه الحره، والكوزه بيان سور حبه وحده.
كذلك شويه د الملحه. بالنسبه للسكر ما كنديرش يعني كميه كبيره، كذلك كنخلطو بالزبده. هنا كيف شفتوا معايا اول حاجه درتها وهي غربلت الدقيق. شحال عندي الكميه ديال الدقيق؟ كيلو ديال الدقيق في هذا القوام تبارك الله كامل. هنا القوام كنسبق ليه طحنته وكنطحن وكندير في السطل وكنسد عليه. هنا الزنجلان طحنت النص والنص خليته مهرمش يعني بشويه، والنص الاخر تقريبا واحد 300 غرام خليتها حب. اللوز كذلك ومثل. كاوكاو كنطحنو كامل تقريبا يعني كيجي مطحون. وبالنسبه لحبه حلاوه والنافع البستاني والنافع البلدي حتى هما نفس الشيء. هنا كنجيب هاد القصعه هذه كيف تبارك الله ما غتكفينيش هي القصعه، يعني القصريه هذه ما غاديش تكفيني رغم ان ما شاء الله راها كبيره. فغادي نحاول انني نفرغ هذا الخليط هذا كله ديال السلو، غادي نخويه في بانيو. كيف عارفين يعني ما غيحلى غير شي انيه اللي غتكون كبيره، وما كاينش ما احسن من البانيو. فجبت بانيو بيان سور كيكون مغسول وكل شيء مزيان فيه. غادي نخلط هذا القوام هذا كامل. هنا كيف كتشوفوا تبارك الله راه المسائل هنا باينه. غادي نحاول انني نوريكم بانني هنا مثلا هذا كاوكاو شوفوا كي راني طحناه مدعوق مزيان، ماشي حتى تيولي على شكل املو يعني مزيد، لا كنخليه بحال هكا. النافع كذلك، حبه حلاوه، المسكه الحره اللي دقيتها حتى هي مع شويه ديال السكر كلاصي، وحبه وحده ديال الكوزه. كاين الناس اللي ما كديرهاش، انا ضروري كنديرها. هادو هما المكونات ديال السلو مكناسي على حقه وطريقه. الدقيق تنحمروه كيكون ذهبي اللون ديالو وكنغربلوه. هنا كنجيب تقريبا واحد كيلو ديال السكر كلاصي، ما كنديروش كامل، كندير تقريبا واحد 300 حتى 400 غرام هي اللي كندير ديال السكر. حتى نص كيلو ما كنوصلاش. ما كنديروش حلو لان كناخذوه مع اتاي، فما كاينلاش يعني اولا قهوه ما كاينلاش نديروه حلو. كنبدا كنمزج هاد المكونات كلها مع بعضياتها حتى ما كيبقاوش مكركب نهائيا، ما كيبقاوش الكريكبات. هنا عاد كنجيب الزبده بيان سور. انا استعملت نصف كيلو ديال الزبده اللي كتكون حيوانيه، ماشي المارغرين او ديال الطاسات، لا الزبده اللي كتكون من نوع حيواني وكتكون زبده اللي هي ممتازه، هي اللي احنا كان نخلطوا بها السلو. بيان سور هاد الزبده هذه حنا كندوبوها حتى نحيدوا منها الماء وديك الرغوه اللي كتكون من الفوق. علاش؟ باش هاد السلو ديالنا ما يغواش من بعد او لا يدير لنا واحد المذاق بحال السمن. هادشي اللي كنديرو من بعد. انا كيف شفتوا هي الزبده كنخويها، راه ماشي كميه كبيره كيف قلت لكم تقريبا نص كيلو. راه ملي ندوبو راه كينزل، راه ما كيبقاش ديك الكميه كامله. وغادي نضيف الزيت اللي انا قليت فيها اللوز، ماشي بزاف بيان سور، زيت غير شويه. نتوما كيف كتشوفوا هي هذه اللي انا خويت دابا، ماشي كميه كبيره. وصافي غادي نبدا دابا كنخلط هذا القوام هذا كامل ومعاك يا ما معاك فيه حتى تنحصل على يعني الخليط اللي كيكون متجانس ماشي ميدم نهائيا. انا ما كناكلش السلو اللي كيكون ميدم او حلو بزاف، فكيكون هذا هو الشكل ديالو. نتمنى ان شاء الله اني نكون فتكم. وبطبيعه الحال بالنسبه للمكونات غادي نكتبها لكم في صندوق الوصف بالتدقيق. وما تنساوناش اختي الا وصلتي حتى لهاد القطعه هنا الاخر الفيديو موتيفي اختك بلايك وكومونتير ان شاء الله. ومازال غنحط لكم العديد من الوصفات اللي غادي تعاونكم ان شاء الله وتنال رضاكم في هذا الشهر الكريم. نشوفكم ان شاء الله في فيديو اخر باذن الله. عواشركم مبروكه ويدخل عليكم ان شاء الله الشهر الكريم بالصحه والعافيه وكل المتمنيات. مع السلامه.